يا مساء الفل عليكم او صباح الفل عليكم على حسب ما انت بتشوفني منين. اهلا وسهلا بيكم كل متابعين قناة شوارع مصر. ايام قليلة او ساعات قليلة كمان بتستعد محافظة اسكندرية لافتتاح ميدان محطة مصر او ميدان الشهداء، الميدان التاريخي اللي عانى كثير من الاهمال وحالات فوضى في شوارعه من احتلال الباعة الجائلين ومن المتسولين ليه، واصبح حديث كل مواطن سكندري ومصدر معاناته اليومية. يقع ميدان محطة مصر وسط اسكندرية ويعتبر أقدم ميدان تاريخي، يعود سبب تسمية الميدان نسبة إلى محطة القطار التاريخية الموجودة به، ويعتبر أضخم وأكبر مشروع قومي لتطوير وتخطيط الميدان اللي بلغ تكلفته الإجمالية وصلت ل 227 مليون جنيه. عانى كتير من السكندريين من ميدان محطة مصر طيلة السنوات الماضية بسبب الإهمال الكبير اللي كان على الميدان والفوضى المرورية اللي كانت ناتجة عن تواجد السيارات بشكل غير منتظم، بالإضافة لاحتلال باع الجائلين لكل شوارع الميدان وسرقتهم كمان للكهرباء، مما أدى لتسبب في إهدار موارد الدولة، كما كان ملجأ للمتسولين وضعاف النفوس اللي تسببت في كتير من حالات السرقة. كثيرا ما تقدم أهالي اسكندرية باستغاثات الأجهزة التنفيذية التي تولت على المحافظة من أجل التدخل ورفع معاناتهم مع الميدان الذي يعد الواجهة الأولى للقادمين من المحافظات الأخرى عند خروج من مبنى محطة الركاب الرئيسية محطة مصر أو محطة الإسكندرية، ولكن كان تفاعل المسؤولين مع هذه الطلبات مجرد روتين، حيث اكتفوا بشن حملات لإزالة الإشغالات بين الحين والآخر وسرعان ما كان تعود الحالة لما عليها. ولكن في الأول من يناير عام 2021 أطلق السيد اللواء الوزير محمد الشريف محافظ الإسكندرية إشارة البدء لتنفيذ مشروع تطوير محطة مصر بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويأتي ذلك في إطار مخطط استراتيجي عاجل للقضاء على الأسواق العشوائية واستكمالا لمسيرة التنمية والإنجازات التي تتم في المحافظة لتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك في إطار الدعم الكامل الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة اسكندرية. وقال محافظ الإسكندرية اللواء محمد شريف أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية وظاهرة البيع الجائلين من خلال إنشاء أسواق حضرية. لو انتقلنا بقى ان احنا نتكلم على مبنى محطة الاسكندرية نفسها، تعتبر محطة الاسكندرية اقدم محطة في الشرق الاوسط وافريقيا كلها، حيث حرصت وزارة النقل خلال اعمال تطويرها على اشراك خبراء مرممي الاثار في اعمال التطوير بالمحطة، حيث شملت التطوير ترميم الواجهة الاثرية للمحطة وتدعيم الاسقف وتطوير جميع الارصفة وصالات التذاكر وساحة انتظار السيارات، مع الحفاظ على الطابع الاثري للمحطة وشكلها التاريخي وتحديث وتغيير شبكة المرافق الموجودة لها بالكامل. وزي ما قلنا ساعات قليلة إن شاء الله بتفصلنا لاستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تمهيدا لافتتاح الميدان ضمن مجموعة من المشروعات التي سيتم افتتاحها رسميا بالتزامن مع ميدان محطة مصر التابع لحي وسط بالاسكندرية. تعالوا بقى نتكلم على تفاصيل المشروع. يتضمن المشروع تطوير ميدان الشهداء أمام محطة مصر بالاسكندرية على مساحة 18425 متر مربع، وإقامة منطقة انتظار للسيارات أمام المحطة على مساحة 3240 متر مربع، وإقامة مساحة مخصصة للبراندات في المنطقة المعروفة باسم التبة التي تقع على مقربة من ميدان الشهداء. وسيتم تنفيذ منطقة مطاعم وكافيهات تضم عدد كبير من الماركات الشهيرة، ويتضمن إنشاء منطقة باكيات عبارة عن محلات بجوار خط الترام تتكون من دور أرضي يحتوي على 57 محل ودور تاني يضم 73 محل اللي هو قلنا عليه مول محطة مصر، وسيتم مراعاة إقامتها بصورة منظمة وحضارية للباعة، وإنشاء موقف ميكروباصات غرب على مساحة 3470 متر مربع، إلى جانب إقامة 5 أكشاء للخدمات وموقف أتوبيس غرب بمساحة 2250 متر مربع. كما يشمل إنشاء مواقف
ميكروباص شرق على مساحة 9280 متر مربع، وتنفيذ موقف أتوبيس شرق بمساحة 2340 متر مربع، وخمس أكشاك للخدمات، بالإضافة إلى السوق الحضرية لمحطة مصر على مساحة 4450 متر مربع، ويتكون من دور أرضي ويضم 88 محل وعدد من دورات المياه وغرف للمولدات والمحولات وثلاجات، فيما يضم كل من الدور الأول والثاني 406 فروشات. مساحة الفرش الواحد 5.5 متر مربع، و2 هايبر ماركت و2 كافيتيريا، وعدد من مكاتب الخدمات للسوق. والمشروع كمان هيتضمن إقامة مسجد مكون من دورين على مساحة 123 متر مربع لكل دور، ويوجد بالميدان أكثر من 140 لوحة إعلانية تضاهي مثيلتها المتواجدة في أعظم ميادين العالم. شكرا لكم لمتابعتكم لاخر الفيديو، واتمنى اكون قد غطيت كل المشروع واتكلمت عن مزايا المشروع وتفاصيل المشروع، وان شاء الله احنا بنتابع لحظه بلحظه يعني انتهاء المشروع ان شاء الله على خير. وهو زي ما قلت لكم ايام قليله او ساعات قليله، وان شاء الله يجي ان شاء الله يتفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه يفتح مشروع تطوير محطه قطار الاسكندريه وميدان الشهداء، وكمان هيفتح ان شاء الله رسميا مشروع نفق وكباري السادات ب 45. سعدت بكم جدا، كانت معاكم اخوكم مينا فايز وقناه شوارع مصر مع مينا، ويا ريت ما تنسوناش باللايك وسبسكرايب، واللايكات يا جماعه بترفع الفيديو، وان شاء الله شوفوني ان شاء الله في شوارع جديده من شوارع مصر.